مدينة اختفى كل سكانها في ليلة. محدش يعرف السبب الحقيقي ورا اختفاء الناس اللي في المدينة دي، إلا شوية أشخاص كانوا عايشين فيها وهم أصلا يتعدوا على الإيد، وحتى هم مش عايزين يتكلموا ومش عايزين أصلا يقولوا السبب الحقيقي. منهم اللي بيكذب وبيقول إن الناس هجرت، ومنهم تانيين بيقولك احنا ما كناش هناك وبيرفضوا يتكلموا أصلا. من الناس اللي رجعوا من المدينة دي راجل كبير وطفل. والراجل الكبير في يوم كان قاعد بيقرأ في جورنال، ولقى مقالة بتتكلم عن اختفاء الناس في المدينة دي ومحدش يعرف عنهم أي خبر. وحاول يتتبع الصحفي الناس اللي مشيت وهجرت ويعرف هم فعلا هجروا ولا لأ، وبرر اختفاء الناس إن هم هجروا، أو كل واحد شاف وظيفة في مكان تانية، أو أي حاجة غير إن حاجة غير طبيعية حصلت له. وأثناء ما الراجل الكبير كان بيقرأ المقالة بيرجع بالزمن شوية لورا، لوقت وصوله المدينة اللي اتربى فيها من هو عيل صغير، وقرر إن هو يزورها تاني، وبالمرة يكتب عنها كتاب بما إنه هو كاتب وحقق شهرة يعني على قده. تعالوا نعيش أحداث مرعبة من خلال مدينة سالم اللي بيتكلم عنها الكتاب، واللي بتدور أحداثها عن أسطورة غريبة أوي في المدينة والناس كلها كانوا مصدقين فيها، وهي إن كل 10 سنين بيختفي 4 أطفال ومحدش بيعرف مصيرهم. هل هم بيكونوا قرابين ولا حاجة أسوأ من كده؟ تعالوا معايا نقرأ كتاب أرض سالم للكاتب ستيفن كينج، مش هتندم أبدا إن أنت قريت الكتاب ده.